برد غير متوقع أجابت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على متابعيها الذين وجهوا لها اتهامات باستغلال شهرة والدتها لكسب عدد كبير من المتابعين ولجذب الناس إليها، وعلى عكس المرات السابقة التي كانت توجه فيها الاتهامات إلى زينب باستغلال والدتها، اختارت زينب أن ترد هذه المرة على متابعة قالت لها أن والدتها هي سبب شهرتها التي اكتسبتها مؤخرا. وكانت زينب فياض قد نشرت لها عبر صفحتها الشخصية على انستغرام فيديو، فعلقت إحدى متابعاتها: لولا أمك كان ما حدا سمع فيك. وبخطوة صادمة ردت زينب فياض على المتابعة بالقول: تبقى أمي، ما استخدمت شيء من أمي. ومنذ شهرتها وتواجه زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي اتهامات قاسية باستغلال اسم والدتها للحصول على الشهرة. هذه الاتهامات عادت إلى الواجهة من جديد في الفترة الأخيرة بعد تقرب بين هيفاء وابنتها ألمحت إليه زينب أكثر من مرة عبر حسابها الخاص على إنستغرام من دون أن تؤكده أو تنفيه. ويذكر أن هيفاء وهبي قد امتنعت عن الحديث عن ابنتها زينب فياض منذ سنوات، وذلك بعدما بكت عدة مرات خلال لقاءات تلفزيونية قديمة خلال التطرق إلى الموضوع، كما أنها ترفض التعليق على أي خبر متداول حول ابنتها الوحيدة. وكانت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية قد فاجأت الجمهور مؤخرا برقصها على أنغام أغنية والدتها، وهو الأمر الذي دفع الجميع إلى طرح علامات استفهام حول ما إذا كان الصلح قد تم بينهما. فيديو زينب فياض أثار الكثير من الجدل بين الجمهور، فسأل البعض عما إذا كان رسالة إلى والدتها من خلال اختيار واحدة من أغانيها، وهل حقا تريد زينب التصالح مع أمها هيفاء بعد قطيعة دامت لسنوات طويلة. كانت انتقدت فيها زينب والدتها بشكل علني، وعلق الجمهور أيضا على الشبه الكبير بينهما، حتى أن زينب كلما تقدمت بالعمر أصبحت نسخة عن والدتها، حيث تمتلك نفس الشفاه والعيون ورسمة الوجه، كما أن حفيدة هيفاء وهبي تحمل نفس الجمال الذي تتمتع به والدتها وجدتها. زينب فياض هي الابنة الوحيدة لهيفاء وهبي، والتي رزقت بها النجمة اللبنانية من زوجها الأول قبل انطلاق مسيرتها الفنية. وكانت هيفاء وهبي قد صرحت في إحدى المقابلات القديمة أنها اضطرت للتخلي عن ابنتها ولم تتمكن من الحصول على حضانتها، لكنها لم تتخلى عنها، ومن المستحيل أن تفعل ذلك.